بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج ببساطة. النهاردة هنتكلم عن كلمة قالها العقاد رحمه الله، كلمة في منتهى الجمال. بيقول إن الناس فيهم الكاذب، فيهم الغشاش، فيهم الخائن، فيهم المخادع. فلو إنك عملت كل إنسان بما فيه من صفته لاجتمع فيك ما تفرق فيهم فتصبح أحط الناس. فعلا لازم ان انت تكون ليك شخصيتك، ليك هويتك، ليك هويتك، ليك اخلاقك، ليك دينك. هو ده مرجعيتك. انما انت ما تبطلش تعمل الصح عشان الناس ما يتمرش فيهم الكلام ده. يعني مثلا ما ينفعش تبطل تعمل خير عشان ما بقاش حد بيقدر الخير ده، او انت تبطل تعطيهم شيء عشان هما ما بيدكش العكس، او تبطل ان انت تعملهم كويس عشان محدش يستاهل، او ان انت تكون قليل الادب عشان ان هو ده اللي بينفع النهارده، وما الى ذلك من الحاجات اللي دايما بنسمعها. يقول الحق سبحانه وتعالى: وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. بالعكس، انت امشي ورا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن. هو ده اللي عايزه منك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وحي يوحى من رب العالمين. فهو ده برضو اللي عايزه منك الحق سبحانه وتعالى. فإياك ان انت تكون تعامل الناس زي ما هم بيعملوك في نفسك. انت اجتمع فيك كل الخصال الوحشة. بتعامل البخيل ببخله، وقليل الأدب بقلة أدبه، والمخادع بخداعه، والمنافق بنفاقه، لغاية بقيت نفسك أنت اجتمع في كل الصفات دي. فخد بالك من المسألة دي. خليك ليك هويتك، ليك دينك، ليك مرجعيتك، ليك أخلاقك. تعامل مع الناس بأخلاقك وبأخلاق دينك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك رب وأتوب إليك. السلام عليكم.